عليكم. تعملي ايه لو ابنك او بنتك عندهم دمامل كتيرة وبتتكرر كل شوية؟ يعني تدي العلاج بتتحسن، توقفي العلاج ترجع تاني. اول حاجة لازم نعمل تحليل سكر ونعمل صورة دم كاملة علشان نطمن طلعوا كويسين. هنتصرف ازاي؟ اولا هنستخدم صابون او غسول طبي من مرة الى مرتين في اليوم. هندي طبعا مضاد حيوي عن طريق الفم، وهندي مضاد حيوي موضعي بيحتوي على مادة الميوبروسين. وهنا هندهن المضاد الحيوي على الدمامل، وكمان هندهنه حوالين فتحات الأنف وداخل تجويف الأنف الأمامي. وده ليه؟ لأنه البكتيريا المسؤولة عن حدوث الدمامل بتكون عايشة داخل تجويف الأنف في الأطفال، فضروري إننا نتخلص منها. بس خلي بالك، احنا قلنا الكلام ده لو الدمامل متكررة. طب لو هي أول مرة يبقى ما نعملش الكلام ده علشان ما تنشأش بكتيريا مقاومة فيما بعد. طبعا بالإضافة لده كله لازم نتبع التعليمات واللي كنا ذكرناها في فيديو الدمامل أو في فيديو الحمونيل، زي مثلا التواجد في أماكن جيدة التهوية، زي الاستحمام المتكرر مع التنشيف الجيد. الملابس لازم تكون أقطان، ولازم تكون خفيفة وواسعة وألوانها فاتحة علشان ما تمتصش الحرارة. تابعينا علشان تعرفي كل جديد. دمتن جميلات.